في ظاهرة مجتمعية مع الأسف مستشرية جدا، وخصوصا عند القبائل، أصل العرب، أصل الشهامة، أصل الرجولة، تتنافى أحيانا ويكون في هناك ازدواجية في وصف أصل العرب أو القبائل بهذه الأمور. وعندما تكون هذه الظاهرة متواجدة بينهم مع الأسف، وليس عند الكل، عند البعض، ولكن هي موجودة، أن يأكل الأخ مال أخته، أن يأكل الأخ تركة أخته، أن ينهب الأخ ما ورثت أخته من أبيها أو من أمها، ما أن يموت الأب أو تموت الأم وتترك أو يترك وراءه تركة إلا وأقرب الأقربين للأخت هذه الذي هو أخوها، الذي يجب أن يكون هو الحامي الأول لها. هذه المكلف الذي قد كلف هذا الأخ بأن يعطيها ما قسم الله لها، بل أكثر من ذلك إذا كان عنده رجولة وعنده يعني نقول أخوة كاملة. تجد أول شخص يضرب، ينهب، يسرق، وبذريعة أنه أنا الأخ الأكبر أو أنا أخوها، هي مكلف، هي متزوجة، هي عندها أبناء، أنت حبيبي تكون متزوجة لديها أبناء، كون كيف ما كانت، أنت مكلف بشيء أن تعطيها فقط، غير ذلك ما لك فيه صلاح. إذا كانت الأخت تنهب وتسرق من أقرب الأقربين لها الذي هو أخوها، فعلى الدنيا السلام، فمن يعني على من عاد بتركن هي أصلا. الباري من 7 سماها أمر بإعطائها قسمتها، وللذكر مثل حظ الأنثيين. أنت ما عاد عليك إلا أنك تعطيها فقط، لا أقل ولا أكثر. أبزيائك من بعد وفاة أمهم يظلوا يلاحقوا بعد ميراثهم ويليهم الذي بعدهم دون أن يصلوا لحق، بل أن تصل المواضيع في غالب الأحيان إلى مشاكل اجتماعية وإلى قتلات، وإلى ممكن أن يقتل البزي خاله وما إلى ذلك. ومن أمثلة كثيرة اليمنية، اقتل البزي قبل أن يكبر، ومن أمثلة يعني وأغلبها هي لها تداعيات بهذا الأمور. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.